ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ما زلنا في حلقات الدعم المتواصل لشيماء عمران، الصوت المغربي الأصيل اللي يستحق كل خير بإذن الله. أنا عايز أقول لشيماء جملة واحدة وحضراتكم هتكتبوا لها كمان في التعليقات، لأنها أصبحت صديقة ليا وبتتابع قناتي. عايز حضراتكم تكتبوا لها نصيحة تنصحوها بإيه؟ كل اللي بيحب شيماء عمران ينصحها نصيحة. أنا النهاردة هنصحها نصيحة وهقول لها عشان تتخطي هذه الأزمة الصغيرة، يعني مش أكتر من أزمة صغيرة، يعني احسبي مكاسبك من هذه التجربة. أنت مريتي بتجربة الإكس فاكتور، احسبي مكاسبك وتعالي أنا أعد لك بعض هذه المكاسب وليست كلها. هقول لكم المكاسب وحضراتكم كمان قولوا لها كسبت إيه من هذه التجربة. أول حاجة كسبتي شهرة عربية واسعة، أولها جمهورك في المغرب وأهلك وناسك اللي ما كانوش يعرفوكي. في ناس كتيرة كانت تعرفك لكن ناس أكتر عرفوكي، والوطن العربي كله علم أن هناك فتاة مغربية رائعة حرة صوت منور اسمها شيماء عمران. اسمع إحساسي حذري تلتقيهم. 2 شرفتي بلدك. مش ده شرف للمغرب انك توصلي للنهائيات؟ وكالمعتاد زي ما حصل مع سعد المجرد وزي ما حصل مع دنيا بطمة وزي ما حصل مع كثير من اخواني واخواتي المغاربة بيوصلوا الى النهائي بيشعلوا بهم البرامج بتشتعل بوجود المغاربة، وبيجوا في النهاية ما بياخدوش حقهم. اعتدنا على هذا السيناريو الباهت خلاص القديم المستهلك. ولكن انت شرفتي بلدك ولا لا؟ شرفتي المغرب ولا لا؟ شرفتي كل بنت حرة في المغرب وانت واقفة شامخة رافعة رأسك، وانت نموذج من لبؤات الأطلس الشريفات. كسبتي كمان انتشار وشهرة على الميديا. يعني انت كنت مقلة جدا في الميديا، لا هتبتدي تشتغلي. انا اتكلمت عنك في قنوات كتيرة ومصريين اتكلموا عنك، واكيد في مغاربة كتير اتكلموا عنك على الميديا وعلى اليوتيوب وعلى كل المنصات. وانا اذكر كمان على منصة اليوتيوب المصري الجميل مصطفى شريف صاحب قناة نجم العاصمة اتكلم عنك وعمل حلقات رائعة جدا وانا شفتها بنفسي. يعني بجد انت حققتي شهرة واسعة على الميديا وده هيفيدك في اللي جاي. كسبتي كمان حب وتقدير الفنانين الكبار زي أنغام وعبد الله الرويشي. ما دول فنانين كبار زيهم بقى، مش بس هم، انا عايز اقول كل الفنانين الكبار اللي اتفرجوا انت كسبت احترامهم وكلهم يقدروكي، وربما يتواصلوا معاكي لعمل ديو مثلا. ليه لا؟ سواء هم مغاربة او من جميع اقطار الوطن العربي هيتواصلوا معاكي ويعملوا معاكي ديو وهم الكسبانين. مش بس المطربين، ما في ملحنين كتير اتفرجوا على هذا البرنامج بيدوروا على الاصوات الحلوة. الملحنين الكبار دول ممكن تفاجئي بكرة بتليفون جايلك من احد الملحنين الكبار بيقولك انا عامل لحن صعب ما حدش يعرف يغنيه الا انت يا شيماء الى اخره. يعني كل دي حاجات انت كسبتيها من تجربة اكس فاكتور. إذا باقي في بحرك موج. ممكن بقى ودي المفاجأة ان شركة انتاج كبيرة جدا، مش عايزين نقول اسماء بقى، لكن من اكبر الشركات في الوطن العربي انها تتصل بيكي بكرة، وشركات اهم من الشركة المنتجة لبرنامج اكس فاكتور. صح ولا لا؟ القنوات كتيرة والشركات كتيرة والسوق واسع. المنتجين الكبار المحترمين الشرفاء هيحطوا عينهم عليك وهيتواصلوا معاك الفترة اللي جاية. وهفكرك يا شيماء، نقطة مهمة كمان يا شيماء عايز اقولك عليها. كسبتي حريتك. هل اطلعت يا شيماء على بنود العقد اللي كانت هتبرمه معاكي الشركة لو انت فزتي؟ لا، ولا انا اطلعت على بنود العقد، ولكن من البديهيات الف به كده عشان ينتجوا لك 3 اغاني ويعملوا لك واحدة فيديو كليب وتاخدي عربية نيسان. عشان تحقيق كل هذه الشروط لازم يبرم عقد بينهم وبينك. العقد ده اقل ما يكون انه عقد احتكار لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
يعني 5 سنوات اللي يدوهولك تغنيه. وكمان مش من حقك انك تغيري لا في الكلمات ولا في الالحان ولا مش من حقك. بيكتبوا بنود يخليكي تتكتفي انك تنفذي المكتوب. اقول لك حاجه كمان، مش من حقك حتى تغني باللهجه المغربيه. تخيلي بقى، هم اللي بيقرروا، لان هم اللي بيعملوا لك سياسه التسويق. هم بيكتبوا بقى الكلام ده كله باساليب يا جماعه ملتويه. ما بيكتبلهاش ممنوع تغني مغربي، لا، هم المسؤولين عن الالبوم بالكامل، هم المسؤولين عن الخطه التسويقيه. خلاص، وانت مضيتي الخطه التسويقيه بتقول ان احنا هنغني كذا وكذا وكذا، هو ده التسويق، هي دي الخطه. فاهم؟ فاحنا ما نعرفش العقد المبرم كان هيكتفك يا شيماء. انت دلوقتي كسبتي حريتك. انت عارفه كمان يا شيماء ان بيبقى في بند في العقد انك لو غنيتي في حفلات خاصه جايه لك انت، شغل جاي لك انت، حفلات تاخدي على مقابلها اجر، بياخدوا نسبه من الاجر اللي انت هتاخديه. هو العقد كده. اخر حاجه بقى كسبتيها يا شيماء وارجو انك تشتغلي عليها علشان تكبر، هي اهتمامك بالميديا. السوشيال ميديا، جمهورك. انا من هنا بنادي كل الجمهور المغربي والعربي، كل متابعين شيماء عمران يدخلوا يعملوا لها ابونيه وفولو في كل مواقعها. يعني يدخلوا على التيك توك ويدخلوا على الانستجرام ويدخلوا على اليوتيوب ويعملوا لها اشتراكات. عايزين قناه شيماء عمران على اليوتيوب، يعني قناتها على اليوتيوب فيها 4000، يعني قناه المغنواتي، قناتي انا اللي انتوا اصحابها، انتوا اللي رفعتوني وانتوا اللي علتوني ووصلتوني. في قناه المزيكاتي اللي عديت ال 100,000 مشترك، وفي قناه المغنوات هنا اللي بقى لها بضعه اشهر وصلتوني ل 8000 مشترك. ربنا يحفظكم وكتر خيركم. وبنتكم شيماء لحد اليوم قناتها عليها 4000 مشترك. انتوا فين يا مغاربه؟ عايزين الفزعه. يلا كلنا نخش على قناة شيماء ونعليها وندعمها ونكتب لها كومنتس ايجابية عشان خاطر تعلى، وهي هتعلى بيكو زي انا عليت بيكو. شيماء هتعلى وهتكبر بيكو طبعا. وعشان كده بقول يا شيماء ركزي بقى في الميديا، اهتمي بقناتك، نزلي فيديوهات اكتر، اشتغلي على الجانب التسويقي لنفسك شوية. ولو كان عندك حد من اصدقائك المخلصين يا ريت يمسك لك الميديا، يبقى مسؤول عن الميديا ديالك، وكل حاجة انت بتعمليها ينزلها لك اول باول، وتفضلي متواصلة مع جمهورك. في الاخر انت كسبت كتير يا شيماء، واحنا كعرب كسبنا صوتك. انا وصلت لنهاية الحلقة ديالي، ما شبعتش منكم فعلا، ولكن مضطر اقول لكم الى اللقاء.